أيها المؤمنون، ليجتهد كل واحد منا في التأمل في نعم الله تعالى عليه، وليتذوق طعم تلك النعم والإحساس بها واستشعار من فقدوها. نعم نتقلب ونتفيأ ظلالها من سنين طويلة، فلنكن شاكرين لربنا المنعم المتفضل سبحانه، ثم لمن كان سببا في وجودها وهم ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة. تأمل أيها اللبيب الحصيف قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم لك الحمد ولك الشكر، نحن في أمن وفي عافية، والمريض قد وفرت له دور العلاج، وعندنا من الأرزاق والأقوات ما يكفينا أياما وليالي عديدة، ولا أظن يمر على أحدنا يوم لا يجد ما يسد به جوعه، بل نحتار ماذا نأكل لتعدد الخيرات. اللهم لك الحمد ولك الشكر، فلنجعل ألسنتنا وقبلها القلوب بصدق ويقين تلهج بالحمد والشكر والثناء للمنعم سبحانه، ولكل من كان سببا بعد الله في وجود النعم، فبالشكر تدوم النعم، والله عز وجل يحب الشاكرين. وليحذر كل واحد منا أن ينسى نعم الله عليه فيجحدها ويتناساها حتى تسلب منه فيعرف قيمتها بعد فقدها. وليحذر كل واحد منا نسيان النعم التي يتقلب فيها ولا يرى النعم إلا التي لا يملكها فيكون بذلك كنودا. قال ربنا تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قال الحسن البصري رحمه الله: يعد المصائب وينسى النعم.